نفسي اقول بس يا جماعه، اللي مش قد الخلفه ما يخلفش، واللي مش قد التربيه برضو ما يخلفش. يعني انت مش تخلف وترمي العيال. شفتوا طبعا الجريمه اللي حصلت، اللي هو الطفل اللي قتل صاحبه في المدرسه عنده 12 سنه في اسماعيليه. المشكله ان هو قعد يقطع فيه حتت ورماه، بعد كده رماه في الزباله او قعد يقطع كل يوم فيه حتت. انا ما اقدرش اصدق ابدا وما اقدرش اقتنع ان الولد ده يكون قطع لوحده ورمى لوحده من غير ما يكون امه او جوز امه اللي هو عمه، لان بيقولوا الام سايبه ابوه متجوزه عمه عمل كده لوحده. ده لازم يكون لما شافوا الطفل اتقتل، ده اللي انا بعتقده، ان هو يكونوا شافوا الطفل لما جم من بره ولقوا زميله مقتول، هم ساعدوه ان هو يتقطع ويرمي حتت، لان ده مش ممكن هيكون التفكير الطفل لوحده. وبعدين حتى لو تفكير الطفل لوحده، فازاي هيقطع كل يوم حته وبعد كده ياخدها يرميها واتفر بقى في الزباله في اي مكان، والاهل ما يعرفوش حاجه؟ فين اخواته الصغيرين؟ ما شافوش. فين امه؟ ما شافتش. فين عمه اللي هو جوز امه؟ فاكيد هم عرفوا بالموضوع، الجريمه اللي عملها ابنهم وداروا على الموضوع. يعني انا نفسي يحققوا ويعرفوا ازاي الولد الطفل الصغير ده، لان هم كده شايلوها له، عمل ده لوحده. اكيد الكلام ده وراه ناس كبيره، وراه امه، وراه عمه. وبعدين يعني هو دلوقتي المفروض ان هو حدث لسه صغير، هيتحط في دار رعايه، وبعد كده من دار الرعايه هيتحط في الاحداث لما يبقى عنده 18 سنه مثلا، وبعد كده هيطلع للمجتمع. يعني ربنا يكون في عون امه بقى. امه ايه الوضع لما ابنها مش بس اتقتل، ابنها اتقطع حتت واترمى في الزباله، ابنها اتقطع حتت. انا بس والله بجد نفسي اللي مش قد الخلفه ما يخلفش. لو مش هتراعي نفسيه ولادك ما تخلفيش. الولد ده اكيد كبت، عنده كبت، لانه بيقولوا ان هو عايره بامه اللي هي متجوزه عمه. ف انا معرفش، يعني مش قادره اتخيل ازاي قاعد يقطع فيه حتت ويرميه. يعني بجد حاجه مش ما فيش اي عقل يتخيلها ان الطفل الصغير ده اللي عنده 13 سنه عمل كده. وبعدين دي برضو نتيجه للعنف والمسلسلات اللي بتفرج عليها ويعني ده جيل جديد اهو، جيل جديد هيبقى كله عنف وجرايم من كتر المسلسلات يعني احنا بجد هنروح بعيد ليه؟ هي الجرايم والحوادث اللي بتحصل ديت مش كلها جت في افلام ومسلسلات؟ وعلشان برضو ما جيبش الغلط كله على الافلام والمسلسلات دي، برضو نتيجه ان الاهالي ما بتهتمش بعيالها. الاهالي ما بتهتمش بعيالها. وعلى فكره انا مش بقول كده عشان الحادثه دي. لو شفتوا اللي هم بتوع السوشيال ميديا اللي هم بيسموا نفسهم صناع المحتوى دول، وشفتوا كم الاطفال اللي مرميه في الشوارع واهلها راميينها، مش هتتخيلوا. انا عامله فيديو يا جماعه 8 دقايق عن الاطفال اللي مرميه في الشوارع دول، واللي اهلهم رموهم من غير ما حد يحاسبهم ولا يعاقبهم، ولا حد يقول لهم انتوا زي ما خلفتوا مسؤولين ان كنتوا تربوا. لكن للاسف الاهالي دول خلفوا ورموا. يعني منهم طفل صغير معرفش عنده 2 سنين يا حبيبي، حاطينه في وسط الشارع زي ما يكونوا بيقولوا له روح موت. لو الواحد انفصل عن مراته او الست سابت جوزها، اعرفي الاول مصير ولادك ايه. لكن انت بتروحي تتجوزي وهو بيروح يتجوز وبترموا العيال. انا نفسي الحكومه تعاقب الاهالي دول بجد، اللي بيخلفوا ويرموا العيال كده ولا كانهم خلفوا. هو طالما جبت لي الدنيا، على فكره هو من حقه انه يعيش في اسره، من حقه انه يلاقي حد يراعيه. الطفل اللي عمل الجريمه اللي احنا لسه سامعين عنها ديت بتاعت الاسماعيليه ما عملش كده من فراغ، ده اكيد كبت، ده كبت عنده. لما الام سابت الاخ واتجوزت اخوه، لما سابت جوزها واتجوزت اخوه، يعني انت ما تعرفش ملابسات الدنيا ايه، ولا حصل ايه، ولا ايه اللي حصل عشان يوصل الموضوع لكده، والعيال كانت نفسيتها ايه. انا جماعه عامله فيديو 8 دقايق، ارجو ان انتوا تتفرجوا عليه، عن اطفال كتير قوي مرميه في الشوارع.
يعني بصراحه انا وحياه ربنا هزوا قلبي لما الاقي طفل يا عيني في الشارع كده عمال يشحت، او مش لاقي حد يهتم بيه، ومش عارفه يعني مش عارفه ازاي متسابين في الشارع كده.